السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن شاء الله النهاردة هنقص ونخيط المفرش ده. مش هقول عليه ملاية، هو مفرش صراحة. أول حاجة الطقم بياخد 4 متر مشجر و5 متر وربع سادة. تمام. اول حاجه طبعا احنا عندنا القماش بيجيلنا متطبق نصين. لو انت لسه جديده انت القماش بيجيلك متطبق بنفس الطريقه دي، فده المكان اللي احنا بنقيس منه الامتار اللي احنا عايزينها. احنا طبعا هنعمل كرانيش 3 جوانب. فاول حاجه هنقص قرص السرير. مقاس السرير احنا عندنا السرير 160 سنتي، انا هنا هقص قرص السرير على 170. ليه هتقصي 170؟ انا طبعا هعمل القيطان داير ما يدور. تمام. فالقيطان الداير ما يدور ده انا هدخل وانا بخيط هدخل شويه على القماش. تمام. فمش هينفع ان انا اقص 160 بالظبط او 165، لا هقص 170 علشان خاطر بس القماش ما يصغرش مني اللي هو قرص السرير. طب لو انت هتعملي سرير اكبر برضو زودي ال10 سنتي او 8 سنتي. تمام. انا هنا كنت بقص السرير 160 فقصيت 170 سنتي قرص السرير. تمام كده، واحده واحده كده عشان خاطر ايه ما تتلخبطيش. طبعا انا بسبب طلبات بعض الاخوات قالوا لي اعملي ده فيديو القص مع فيديو التقفيل، فبقالي كام طقم بعمل لكم كده فيديو التقفيل وفيديو القص مع بعض. احنا بقى دلوقتي معانا ال3 جوانب فيهم الفستونات. تمام كده. فطول الفستونات دي 30 سنتي، فانا معايا 90 سنتي هقصهم 30 و30 و30. تمام. لكل جنب 30 سنتي. طبعا الجنب اللي هو في الوش ده اللي هو يعتبر مقاسها 160 سنتي هنقصها 170. انا كده بس انا قصيت التلاتة. تمام. 30 و30 و30 90 سنتي قصيتهم على 3 مرات، على 3 يعني 3 وحدات. تمام كده. ادي كده التالتة دي انا هصغرها هخليها طبعا طولها انا محتاجة التانيين طولهم علشان خاطر طبعا عرض القماش واحد. تمام. اللي هم يعتبر الجنبين اللي هم طول السرير 2 بس طبعا انا عندي القماش طوله 230 او 235 فانا محتاجة الطول ده. لكن القطعة اللي في الوش دي هصغرها. انا هتجيبي طبق من عندك كده. تمام. وهو متطبق انا دلوقتي حاطه الوحدتين اللي هم الجنبين. تمام كده، اللي هم يعتبر بعرض القماش الجنبين مش القطعه اللي في النص معاهم، لا انا جايباها دلوقتي كده وفي النص طبعا وهي متطبقه كده انا بعلم بالقلم وهما الاتنين على بعض. ركزي. تمام. عملت اول حاجه نص دايره لان القماش متطبق. تمام. وهفرد القماش لما اخلص واوريكي. عملت نص دايره وبعد كده بقى هعمل بقى دايره كامله. طبعا عشان خاطر بس القلم مش واضح فهضطر ان انا هعمل دايره واروح قصاها قدامك. الطقم سهل جدا، اوعي تستصعبي اي شغل. لازم يعني تنوعي في شغلك واللي مطلوب منك تعمليه. تمام. هاجي بقى من هنا كده برضو هقص الدايرة التانية. طبعا انا بقص يعني بعلم وبقص لاني مش باين القلم مش باين في القماشة دي. تمام كده. ادي كده تاني فستونة، يعني انا اخدت نص فستونة علشان القماش متطبق. بالنسبة بقى للقطعة اللي هتبقى في الوش اللي هي مقاسها 60 سنتي انا هقصها طبعا 170 علشان خاطر لسه لما اقفلها. تمام. فهقصها 170 سنتي. طبعا هيتبقى من القماش قطعة. القطعة اللي هتتبقى دي هنعملها للفيونكات. مش احنا عندنا في الطقم فيونكتين كده في الجناب هعملها منها. يعني بصي مش هتهدري في القماش ولا اي حاجة. تمام. ادي كده اخر دايره معلش اسفه. يبقى احنا كده قصينا الفسطونات للجنبين. هوريكي بقى التالتة الاول هنصغرها اللي هي القطعه اللي في الوش.
تمام كده. ادي كده ما شاء الله الاتنين اهي. بصي هفردها لك عشان خاطر تشوفي النص دايره. تمام بصي ما شاء الله مظبوطه ازاي، اللهم بارك. نيجي بقى للقطعه اللي هي التالتة اللي هي مقاسها 160 سنتي. انا قصيتها صغرتها خليتها 30 في 170 سنتي. تمام. وبرضو هعمل لها فستونات بنفس الطريقه. ادي كده القطعه الزياده دي اللي انا هستخدمها للفيونكات. ادي كده عملتها برضو بنفس الطريقه. بس كده. نيجي بقى للقيطان، قماش القيطان. طبعا انا عندي القيطان اللي انا عملته في حرف الملاية او في حرف المفرش من فوق، القيطان بتاعه عريض، فانا قصيت 20 سنتي وقسمتهم على 3. تمام كده. اخدت من القماش 20 سنتي وقسمتهم على 3. يعني انا كنت محتاجة ان هو يبقى مقاس قطعة القماش دي يعني 7 سنتي كده يعني، او 6 سنتي، عشان خاطر بس اقدر يعني احبس القيطان جواها. بالمناسبة انا قلت لكم قبل كده ان القيطان مش غالي، يعني انا جبت اللفتين عملوا تقريبا 20 جنيه. تمام. اول حاجة طبعا احنا معانا الكرانيش هنا. الكرانيش اصلا في العادي بتحتاجي 2.5 متر. تمام كده. 2.5 متر بتقصيهم 5 في 50 سنتي. بس انا هنا قصيت يعني للأمانة 3 متر مش 2.5 متر، وقصيتهم على 6. أنا ليه عملت كده؟ أنا محتاجة إن أنا أعمل كرانيش بزيادة، وفعلا هم قضوا بالظبط. تمام. أدي كده متر، وأدي المتر التاني طبعا قصيت 50 و50 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 و50، وهنوصلهم ببعض كلهم. قصيت 3 متر. لو انت عايزة تقصي 2.5 متر وتقصيهم في 50 سنتي يعني برضو مفيش أي مشكلة. طبعا انا هنا هنقص ال 5 سنتي للقيطان اللي هو للفستونات. تمام كده. انا كنت المفروض ان انا هعمل بيه شريط بيه وهعمله في الفستونات، بس بصراحة ما جاش معايا البيه خالص مظبوط. وانا في الفستونات عملته فكيته، فعماله افكر اعمل ايه. ففكرت بصراحه موضوع القيطان الرفيع ان انا اعمله للفستونات، وبرده ما شاء الله شكله حلو. وهقول لك على طريقه حلوه علشان طبعا احنا يعني ترديه فيها ازاي. خليكي معايا وما تفوتيش حاجه. انا بحاول ان انا برضو ان انا اوصل لك كل معلومه وبدخل على المعلومه اللي بعدها. ادي كده يعتبر انا بقص للقيطان. المفروض بتقصيه 5 سنتي او 4 سنتي مفيش اي مشكله، بس انا هنا كنت بقص عريض شويه عشان خاطر كنت عايزه اعمل بيه وما نفعش، بس انا استغلتهم طبعا لايه للقيطان الرفيع. نيجي بقى احنا هنا بقى خلاص خلصنا قص المفرش. هنخيط بقى ايه الكرانيش في بعض. طبعا احنا معانا هنا 3 متر هنخيطهم في بعض. اول 2.5 متر اللي هم يعتبر 50 سنتي في 5 او 50 سنتي في 6 زي ما انت عايزة وعايزة تقصي. حابة توفري 2.5 متر هيقضي وبرضه هيبقى حلو جدا. تمام. طبعا انا هوصلهم ببعض كلهم. انا محتاجة الكرانيش تبقى متوصلة كلها ببعض. تمام كده. وارتفاعها 50 سنتي. بعيد وازيد عشان خاطر اللي بيسألوا كتير. طبعا انا بوصلها ببعض وهعملها اوفر. عايزة اخلي شغلي يبقى نظيف هعملها اوفر. هو طبعا فيها بورسل ممكن ما تعمليهاش اوفر، بس انا لا، عايزة الشكل المفرش يبقى حلو كده. انا هنا وصلتهم ببعض. دي اخر قطعة. بالنسبة بقى للديل يعني اللي هو ديل الكورنيش، انا ممكن بقى تعملي تتني تانية جوه تانية داير ما يدور. تمام. انا هنا بقى عملت ايه؟ ما تنيتش تانية جوه تانية، لا عملت اوفر، وحابة ان انا اتني تانية رفيعة. ادي كده انا بوريكي الوصلات عملتها اوفر. بالنسبة للديل بصي انا عملته اوفر وعايزة اتني تانية رفيعة. ادي كده هنا هتني اللي هو يعتبر الجنب. طبعا هتاخدي بقى الكورنيش تحضريه. دي اول حاجه طبعا بتعمليها طالما معاكي موديل بكرانيش، بتظبطي الكرانيش معاكي الاول قبل ما بتخيطيها فين في الملايه. تمام. خليكي معايا عشان
هقولك هنركب الفسطونات ازاي والايطان ازاي، ان شاء الله كل حاجة سهلة. انا بقى حابة ان انا يبقى حرف الكورنيش يبقى رفيع كده. تمام. طبعا انتوا عارفين ان القماش السادة دوت بيورور وكده، فانا عايزة اتفادى الموضوع ده ومرضتش اتني تانية جوه تانية عشان خاطر ما يورورش معايا، فقلت اعمله اوفر واتني تانية رفيعة افضل. نيجي بقى للقيطان. طبعا القيطان لازم تغيري الدواسة، بتركبي دواسة السوستة اللي هي دواسة برجل واحدة، اسمها دواسة السوستة او دواسة القيطان. تمام. هتغيريها عشان خاطر بقى نشتغل بيها بقى، طالما هنعمل شغل قيطان هنشتغل بيها بقى. بسم الله. نيجي بقى برضو بقى للقماش للقيطان، احنا عندنا 3 جوانب فهتوصليهم ببعض. تمام. عشان خاطر يبقى القيطان تمشي بيه، لما انت بقى تدخلي القماش، تدخلي القيطان جوه القماش وهتخيطيه في قرص السرير، لازم يكون قطعة واحدة كده ماشية في الملاية. تمام. يعني ما ينفعش يبقى متوصل كده، لا، فاحنا هنوصل القماش اللي احنا قصيناه 3 ببعض، وبعد كده هنحبس القيطان جواهم بنفس الطريقة. وعلى فكرة، فكرة القيطان دي وقرص السرير ممكن تعمليها في الدفايات اللي هي عايزة تعمليها بأستك، هتعملي قرص السرير بنفس الطريقة دي كده. تمام. وهتركبي هتخيطي يعني الجوانب اللي انت هتعمليها بأستك بعد كده في القرص السرير، شكلها روعة جميلة جدا كده. احنا حبسنا القيطان خلاص كله، هنخيطه بقى في قرص السرير. تمام. بصي ما شاء الله شكله. نيجي بقى، احنا عندنا ال3 جوانب، الجنب اللي من فوق اللي من عند المخدة ده عند الراس، طبعا هنخيطه هنتني تانية جوه تانية. تمام. مش هنخيط فيه قيطان ولا اي حاجة، فاحنا هناخد كده من اول الجنب ده، هناخد بقى القيطان. بصي انا مداخله، انا قلت لك انا نصنا 170 سنتي قرص السرير. تمام. علشان خاطر انا بدخل بالقيطان شويه، شوفي انا داخله ازاي، واخده اهو يجي 4 سنتي معايا ولا 5 سنتي ممكن، فانا طبعا بدخل جوه شويه. طبعا لازم تظبطي ايدك عشان ما يزرزرش منك ويلم القماش من تحت اللي هي القرص السرير، لا. تيجي بقى عند الزوايا، انا لازم اوريكي القطعه اللي هي عند الزوايا بقى دي هتلفيها ازاي. الزاويتين اللي هما ايه، ادي اول زاويه هتاخديها بدايره كده، بنص دايره كده تلفيها. تمام. وهتدخلي زي ما بقولك كده بالقماش. تمام. بصي طبعا، بصي القماش بقى بتاع القيطان طالع فوق ازاي، هقولك هتريحي ازاي دلوقتي. اللي متابعني وشاف الشغل اللي على القناه، شغل القيطان، عارف انا بعمل ايه لما بيحصل الموضوع ده في القيطان. انا اشتغلت طبعا ميلاد كتيره بالقيطان، اللي متابع ان شاء الله هيبقى عارف التقفيل ازاي. هقولك هتعملي فيها ازاي. ادي كده الزاوية التانية، بصي بلفها ازاي، لازم تلفيها تبقى عاملة زي نص دايرة كده. ادي بصي القطعة دي بقى لازم تريحيها بالمقص، تقصي كده النص دايرة كده دي تريحيها. تمام. وطبعا كده كده برضو لما احنا هنخيط فيها الفسطونات هنعملها برضو اوفر، هتريح زيادة. وبرضو القطعة اللي هنا برضو بنفس الطريقة برضو هتريحيها برضو بالمقص كده، تقصي ايه القماش السادة كده. وهرجع اقولك القطان مش غالي، اشتغلي فيه مش غالي، هتيجي الكيلو اللي هو القطان العريض ده، الكيلو ب 34 جنيه، ممكن يعمل معاكي 3 لفات او اكتر كمان الكيلو. انا بالنسبة لقرص السرير ده اخد نص لفة، يعني تخيلي، يعني ممكن يكون القطان اللي موجود في قرص السرير اللي هو العريض، القطان العريض ده اخد مثلا قولي زي 5 جنيه. ارخص على فكرة من الجوبير، ارخص من الدانتيل اللي هو الوردة او اللي هو الفل. تمام. وفي نفس الوقت شكله قيم جدا. انا طبعا هنا بخيط الفسطونات.
الفستونات طبعا احنا قصينا تلاتة، ركزي بقى كده، 2 بعرض القماش وواحدة خليناها 170 سنتي اللي هي تبقى في وش السرير، مش هنوصلهم ببعض، كل واحدة لوحدها. تمام كده، عشان هقولك هتعمليها ازاي في الاخر. ادي كده احنا خلصنا اول واحدة. هاجي انا هظبط انا القماش ده كده لما اجي اخيط القيطان اللي هو في الفستونات من تحت، كل ده هظبطه. برضو هنا بقى ادي كده القطعة اللي في الوش اللي احنا قصيناها 70 سنتي، الزيادة برضو هنشيلها، علشان خاطر هنشيلها امتى؟ لما نخيط القيطان فيها، القيطان بقى الرفيع. لو حابة تعملي القيطان العريض في الفستونات برضو هيبقى حلو مش وحش. ادي كده خلصنا تاني واحدة، هنركب التالتة. احنا ركزي كده الفستونات كل جنب لوحده ما وصلناهمش ببعض، لكن القرانيش وصلناهم ببعض كلهم. لازم كده تبقي عارفة مراحل التقفيل ومركزة فيها. ماشي، انا بوريكي كده ان احنا خلصنا ايه، ادي كده خلصنا 3 جوانب. نيجي برضو بالنسبة للقيطان بقى للفستونات، انا عملت القيطان الرفيع، وزي ما قلت لك لو حابة تعملي القيطان العريض برضو هيبقى شكله جميل، اللي يجي معاكي اعمليه. برضو هنحضره بنفس الطريقة، وطبعا برضو وصلتهم ببعض. ركزي، انا كده يعتبر عملت ايه مثلا للجنب الواحد 10 سنتي يعني 5 سنتي و5 سنتي ووصلتهم ببعض. تمام، ده بالنسبة للقطان اللي هو اللي تحت ده اللي هو بتاع الفستونات. طبعا انا كنت عايزة اعمله بيه زي ما قلت لكم شريط بيه ومنفعش، فكيته لقيته ورور وشكله مش حلو ففكيته. ففكرت بصراحة ان انا اعمله بالقطان، وما شاء الله طلع شكله جميل جدا وقيم برضو. طبعا بصي ايه هنا القماش لامم ازاي وانتي بتخيطي لفوق، لما نيجي نعمله اوفر هيريح، يعني مش هنقصقص حاجة هنا، هنعمل اوفر. وهقولك برضو هتعمليه ايه عشان خاطر ايه ما يبانش كده لا، ويبقى حرفه شكله كويس زي ما شفتيه في الصورة في اول الفيديو. طبعا انت بتراعي ان انت بتخيطي فستونات طالعه نازله، فبتظبطي. انا طبعا مش ماشيه على الحرف في القماش، لو تلاحظي انا داخله لجوه، انا كده كده هعمل اوفر، فعايزه اعمل الاوفر مع بعض. بصي يعني المشجر والساد عايزه مع بينهم مع بعض اوفر. طبعا انا خليت التانية على جوه، وهاخد بقى بونت كده خياطه، هنيم بقى الخياطه اللي من جوه دي ما تبانليش من قدام. وطبعا عايزه اقول لك بيتكوي، اوعي تقولي القيطان ده ما بيتكويش، لا اكوي. انا طبعا كنت حاسه ان هو قابب كده قدامي، وانا بكويه ما شاء الله حسيت ان هو ريح، يعني شكله بقى احلى بعد ما خيط يعني كويته كمان. هاخد برضو بنفس الطريقه كده ال3 جوانب. وطبعا هتراعي بقى الجنبين اللي هما الزاويتين، هتقصي الزيادة اللي هي معاكي في القماش المشجر، وتروحي بقى مخيطة القطان. تمام، ادي كده خلصناه. انا بس يعني بوريكي الفكرة وبكمل بقية الطقم ايه ورا الكاميرا. ادي كده بصي بقى الزاويتين، ادي عملتهم كده. طبعا كل انا خيطت يعني قصيت الزيادة وركبت القطان فيها. تمام، بصي بقى خليتهم جنب بعض مش متوصلين، علشان خاطر لما اجي بقى اوصل الكورنيش اخيط الكورنيش واخيط الفيونكة في النص كده يبقى شكلها حلو. انا بقى عندي هنا القماش فيه خطوط، فانا همشي على الخط اللي فوق الفسطونة دي كده، همشي عليه داير ما يدور كده في الكورنيش. طب انت لو انت هتشتغلي في قماشة ما فيهاش خطوط، هتضطر ان انت تتعلمي بالقلم
بالقلم والمسطره لازما يكون ايدك مظبوطه علشان الكورنيش ما يبقاش طالع ونازل. طبعا انا عملت قبل كده معاكم برضو تركيب الكورنيش بنفس الطريقه في فستونات، اذا كان اللي هي الفيل مقلوبه او الفستونات وكده. طبعا ما كانش فيه تقليمه كده، فعملت ايه، علمت بالقلم والمسطره كده، وعملت خط كده مستقيم وخيطت عليه الكورنيش. دي مرحلة مهمة جدا علشان الكورنيش بتاعك يبقى مظبوط، لما تيجي تفرشي في الملاية ما يبقاش باين اصلا ان في خط. لكن بقى لو انت بقى الكورنيش طالع ونازل هيبان طبعا وهيبقى شكله مش حلو. انا بقى طبعا هنا ماشية على الخط طبعا انا عندي قلب، بس انا طبعا القلب مش كبير فشايفة قدامي الخط بقيته، فانا ماشية بقى عليه. تمام. خليكي معايا لسه هوريكي طريقة الفيونكة، سهلة جدا برضو. اللي متابعني انا عملتها معاكم كذا مرة على القناة، لكن لو انت لسه جديدة شوفي طريقة الفيونكة عشان تبقى مظبوطة والطقم معاكي يطلع حلو ان شاء الله. نيجي بقى للفيونكة، مقاسها 30 في 20. هنقفلها كده، نطبقيها وتخيطي نصها وتسيبي زي 2 سنتي ولا سنتي ونص في النص مفتوحة. دي اللي انا سبتها مفتوحة عشان هنعدل منها الفيونكة. تمام. كل ده وتعملي فرماتورة ما بين الفتحات، تروحي بقى عاملاها كده في النص عشان دي اللي هتبقى من جوه. احنا مش عايزين لما نعمل فيونكة مش عايزين الخياطات تبقى باينة في الوش نهائي. هنعدل بقى الفيونكة، واهم حاجة المكوة. طبعا على طول بقول لكم كده، يعني اهم حاجة المكوة لما نعمل الفيونكات. طبعا بقى هنعمل كمان الديل بتاعها. طبعا انا هنا الكاميرا لفت فسامحوني بقى جت بالطول، فعلشان كده جت في الفيديو بالطول المقطع ده. طبعا ده الديل 30 في 40 وهطبقه كده بالنص، وبعد كده هطبقه على 4 زي ما شفتي كده الخطوات. وتروحي بقى قصة الزاوية، تخلي من الناحية المقفولة تخليها مقفولة زي ما هي. تمام. عشان بصي لما تفتحيها ادي كده، عشان انا عملت قصيت الاتنين مع بعض عشان يبقوا مقاسهم واحد. برضو هتقفليها كلها وهتسيبي فتحة في النص زي ما عملنا برضو ايه في الفيونكة. تمام. الفتحة اللي في النص عشان خاطر اعدل منها اللي هو الديل. تمام كده. وبرضه هقولك المكوة، يعني المكوة هي اللي هتظهر شغلك وهتبينه وتخلي المفرش فعلا حلو. يعني انا بشوف كده فيونكات كده قبة يعني شغلي وكده فما ينفعش، لا لازم انت تطلعي شغلك مظبوط. ادي كده يعتبر بقى ايه الحزام اللي في النص اللي هيمسك الفيونكة. طبعا انا قصيت 2 برضو هعدلهم وهكويهم. ادي كده ما شاء الله عدلتهم وكويتهم. هنعمل بقى الفيونكة زي المروحة كده. بسم الله. وهنيجي بقى بالحزام اللي هو القماش السادة دوت هنخيطه. بسم الله. طبعا ايه مش بتخليه ضيقة، لا انا بصي مخليها واسعة ازاي. هعدلها بقى بس الخياطات في وش بعضها، وهي في المقلوب في العدل بقى مفيش خياطات اصلا. بصي الوش مفيش اي خياطة. هنروح بقى مدخلين بقى الديل كده خلصنا الفيونكة وهنخيطها. المفروض بقى ان انا هخيطها اسفة هخيطها في الملاية. وطبعا القطان كان تقيل مع الفيونكة ومرضيش يتخيط،
فانا عملت ايه بقى، مسكت ابرة وخيط وخيطتها ثبتها. انا كنت هنا طبعا بخيطها بالمكنة، وسبحان الله كانت واقفة مرضتش تتحرك. فخفت بصراحة الابرة هتتكسر، يعني الابرة دي ممكن بتتكسر من اضعف حاجة، فما مرضتش صراحة. لقيتها اصلا مش راضية تمشي، مش راضية تتحرك. انا طبعا بخيط من جوه عشان ما بينش خياطة في الوش برضو. انا طبعا عماله احاول ان هي تمشي، وسبحان الله ما مشيتش. فانا بعد كده بقى، بعد ما فرشتها على السرير، رحت خيطت الفيونكات فيها. يا رب اكون قدرت اوصل كل معلومه بدقه. دمتم طيبين وبخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.